احنا عارفين انه مصر والسعودية واليونان ينتوون التقدم في يونيو القادم بملف استضافة كأس العالم 2030. البرتغال واسبانيا كانوا واخدين في سكتهم اوكرانيا وينتوون التقدم بملف استضافة كأس العالم 2030 منافسين لينا اللي هو احنا والسعودية واليونان. الراجل رئيس الاتحاد الاوكراني ده اساسا في قضية خاصة بالفساد والرشوة والكلام ده، والوضع في اوكرانيا غير مستقر، وبالتالي ادوا كتف الاوكرانيا اللي هم اسبانيا والبرتغال يعني، واخدوا المغرب معاهم. اذا الملف القادم هيبقى اسبانيا والبرتغال والمغرب، خصوصا انه المغرب واسبانيا اقرب نقطتين لبعض، بتتكلم في 10 كيلو متر. 10 كيلو متر تعدي تبقى في اسبانيا او ترجع على المغرب، وبالتالي هذا الملف هيبقى ملف قوي، ده اكيد. البعض تحدث على انه صعب انه السعوديه تخش برفقه مصر واليونان، باعتبار ان قوانين الفيفا تمنع انه بلد من قاره معينه نفس القاره بلد تانيه تستضيف قبل بطولتين، لازم تعدي دورتين. طبعا عارفين ان قطر من اسيا كانت بتنظم 20 اللي فاتت 22، اذا لازم نعدي 26 و30 وتبتدي دوله من اسيا تخش. السعوديه من اسيا، لكن تغلبوا على هذا الامر وقالوا ان السعوديه هتخش كمساعد او حاجه زي، يعني هيوجدوا لها مبرر، لكن هيبقى الاستضافه على اساس مصر واليونان، لكن السعوديه داخله بصفه مساعد او كذا او كذا، بصفه او باخرى يعني. ده الكلام كله يعني. 2024 سيتم الاعلان عن من سيستضيف كأس العالم 2030. يا رب يا رب. مصر مؤهله يا جماعه جدا والله. رفقة السعودية واليونان ايه اخباره؟ لسه هنشوف، لكن رسميا المغرب اعلن هذا الامر. مبروك لعبد الحميد.